السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم جبت لكم وصفة جديدة من وصفات حلويات العيد، وصفة جد سهلة وبسيطة. جبت لكم صابلي برستيج بنكهتين بحشوتين، حشوة الكراميل وحشوة الفراولة. صدقوني يعني وصفة ناجحة وبزاف بنينة. نتمنى ان الوصفة تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش تخليو لي جيم وابوني وتفعلوا زر الجرس باه يوصلكم كل جديد الوصفات وشهية طيبة. بسم الله على بركة الله. نبداو أول حاجة نبداو بالعجينة تاع الصابلي تاعنا، اللي هي المكونات تاعها تتمثل في التالي. عندنا في غيسيبيون 250 غرام مارغرين بحرارة الغرفة، عندي زوج بيضات، عندي على راس المغرفة خميرة، عندي باكي فاني، نص كاس زيت ونص كاس سكر غلاس، زوج مغارف كاكاو، 3/4 الكوب كوكاو مقلي ومرحي، ونلمو بالفارينة. درت اول حاجه درت المارغرين تاعي تكون بحراره الغرفه، وزدت عليها الزيت، ونبدا نباطي في المكونات حتى نتحصل على قوام كريمي كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نجيب الصفايه تاعي ونضيف والله قبل نضيف البيض، ومن بعد نباتي المكونات هكذا مع بعضهم حتى يدخل البيض مع هذوك المكونات. ونجيب الصفايه تاعي وندير السكر غلاس كيما راكم تشوفون، ونخلو هكذا مليح. عندي نص كاس. ونباتي المكونات تاعي بعد ما نضيف باكيت تاع لافاني وزوج مغارف كبار تاع كاكاو من الافضل يكون نوعيه جيده. نباتي المكونات مليح مع بعضهم كيما راكم تشوفون، ومن بعد نضيف الكوكاو. عندي 3/4 كوب تاع كوكاو مقلي ومرحي. هاني ضفتو. نزيد نخلط المكونات مليح مع بعضهم. صدقوني هاد العجينه تاع الصابلي تجي بزاف 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 بنينه. هنا خلاص نحي الباتر، ما نحتاجوش. نحتاج سباتولا، ونحتاج الخميره، ونحتاج الفارينه باه نلم العجينه تاعي. اول حاجه نجيب ثاني صفايه، ندير الفارينه، وندير على راس المغرفه خميره حلويات هكذا شويه على راس المغرفه كما دوك تشوفوا. هاي ليكم شوفوا، ندير غير على راس المغرفه. ومن بعد نخلط المكونات هكذا مع بعضهم، ونزيد نشوف اذا مازال تحتاج الفارينه ولا خلاص. هنا العجينه مازالت طريه تحتاج الفارينه، نبقى نضيف في الفارينه حتى تتلم لي العجينه. والعجينه تاع الصابلي كيما على بالكم ما تتعجنش وتجي طريه، ما تيبسوهاش بزاف، خاصه اللي تكون بالكاكاو ما تيبسوهاش بزاف. نجيب العجينه تاعي نديرها في بابي سيلوفان ونخليها ترتاح. وفي هذه الاثناء نروح نوجد الشوكولا تاعي اللي محشيه. انا عندي اول حاجه عندي شوكولا الاولى، درت شوكولا بالحليب، اللي الحشوه هذيك اللي بالكراميل درت شوكولا بالحليب، والاخرى تاع الفليس درت شوكولا نوار. حبيت ننوع. نجيب شوكولا تاعي هذيك نذوبها على باماري، ومن بعد نجيب المول سيليكون اللي راح ندير به، اللي راح نخدم به. شوفوا الشوكولا تاعي ذوبتها ما زدت لها والو كيما راهي. نبدا ندير هكذا شوكولا في المول، ومن بعد بشيتا نسيين نطلع للجوانب. المهم او تحذف لي المقطع، انا راني حطيتها تبرد وزدت عاودت كوش واحده اخرى تاع شوكولا. ومن بعد درت الحشو تاعي اللي هو عباره عن توفيا كراميل، ومن بعد شويه جوز، والاخير عبيتها بهذيك كرانشي تاع الكراميل كيما راكم تشوفوا.
هنا زيت نعدلهم مليح ونزيد نسكر عليها بالشوكولا ونحطها تبرد حتى تحكم روحها. الحشوه الثانيه هنا قلت لكم درت شوكولا نوار ودرت هذا الفراج تاع الفريز اللي خدمت به شحال من مره، راني نعت لكم قداه من مره. ودرت ثاني الجوز، ومن بعد كملت عمرت بكرانشي هذه تاع الفريز كيما راكم تشوفون. نديرها هكذا ونكمل نعمر بها. هذه الكرانشي هذه بزاف بنينه، تلقاوها عند اللي يبيع حوايج الكاطو، عنده لي جو كامل وتتباع هكذا بالميزان قد ما حبلك تشري. انا هنا عمرت بالكرانشي تاع الفريز بزاف بنينه، ميم تاع الكراميل صدقوني بزاف بنينه. ومن بعد نحطها تبرد ومن بعد نزيد نغطيها بالشوكولا ونزيد نخليها تبرد حتى تحكم روحها. ومن بعد نروح للعجينه تاعي بعد ما كانت ارتاحت. هنا نجيب هكذا كميه ونحلها ومن بعد نقطعها بلومبورت بياس هذاك اللي خدمت به هذا الوصفه اللي هو شكله دائري، تخيري الحجم اللي تحبيه. نحلو العجينه من تكون لا رقيقه بزاف لا خشينه بزاف، ونقطع بلومبورت بياس هذا تاعي كيما راكم تشوفوا حتى نكمل كامل الكميه. نحطهم في صينيه اللي راح ندخلها للفرن، فرن مسخن مسبقا درجه الحراره 180 حتى شوف الصابلي تاعي نشف وطاب، يعني هاكي تقعدي تعسي باسكو هذا صابلي العجينه تاعو كحله لازم تقعدي تعسي. هنا بعد ما طاب لي الصابلي نجيب الشوكولا تاعي اللي كنت خدمتها نبدا نديمو ليها هكذا. شوفوا كيف يجي الشكل تاعها بزاف مليح، خاصه كي تدوبليو الطبقه تاع الشيكولا، يعني ديروا شيكولا زيدوا تحطوها تبرد تزيدوا ديروا طبقه هنا تضمني ما يتكسرولكش. هنا شوفوا كيف بديت نلصق فيهم، درت شويه شوكولا ذايبه وبديت نلصق في هذيك الشوكولا اللي كنت خدمتها وحشيتها. نحط لي بياس تاعي كامل كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نعقب للتزيين. شوفوا ديجا الشكل تاعهم هكذا بزاف بنين. التزيين الشكل عفوا بزاف جميل. التزيين الحواشي تاع الصابلي ندير لهم هكذا شويه معجون ولا عسل ولا شيكولا كيما تحبوا، ودرت بقى لي شويه كوكاو مرحي درتو هكذا على الحواشي. اللي ما عندهاش تقدر تستعمل القطايف ثاني تجي بزاف شكله جميل بالقطايف تكون محمصه ديري هكذا على الجوانب. سينو التزيين اختياري تزيني بواش تحبي، انا هكذا حبيت نزين لي صابلي تاوعي. ومن الفوق درت الكاناج اللي دائما نخدمه معكم، راني خدمته معكم في بزاف وصفات. هذا الكاناج اللي نعتمدو انا في التحليات تاوعي وفي لي تارت تاوعي راه كاينه الوصفه تاعو، ادخلوا بك القناه تاعي تلقاوها. زينت هكذا من الفوق بالكاناج ودرت هذا التزيين تاعي سعيد. هذو بالنسبه للحبات اللي درتهم بالكراميل هكذا جا الشكل تاعهم، وهذو اللي درتهم بالفريز قلت لكم تاع الفريز خدمت بالشوكولا نوار ثاني جاو الكو تاعهم فيه زوج بزاف بنين. نتمنى انه تجربوا الوصفتين وينالوا اعجابكم وشهيه طيبه.